يا اخي والله البطوله نضفت، والله انا فرحان ان المنتخب المغربي هو الوحيد اللي كمل، ومع احترامي بقى للجزائر وتونس ومصر، بس دي منتخبات لما بتخسر يقول لك في مؤامره، في كولسه، في حكام. اما المنتخب المغربي تحسه منتخب نظيف كده، مع احترامي للجميع والله هو المغرب بس اللي بيمثلني، المغرب بس. يعني جمهور راقي، لاعيبه متحضره محترمه، تحس معاها بالمتعه، بالكوره، بالادب، بالاخلاق، بالروح الرياضيه. انا بتمنى من كل قلبي يكسبوا كاس افريقيا، ما هو لازم يكسبوا كاس افريقيا، ان ما كانش هم يكسبوا كاس افريقيا مين اللي يكسب كاس افريقيا؟ والله النيه الخالصه بتاعتهم هي اللي وصلتهم للنهائي. هو نيجيريا منتخب ضعيف؟ هو نيجيريا منتخب قوي جدا، لا يقل على المنتخب المغربي في اي شيء، ولكن اللي نجد المغرب النهارده عدم الكبر. لما بيكونوا مستواهم اقل وما عملوش اللي عليهم بيعترفوا عادي، مش لازم يكون في مؤامره من الحكم، مش لازم يكون في كولسه. ما تفوق يا عم الجزائر انت وتونس ومصر، في ايه؟ ما بتعملوش زي المغرب ليه؟ ما انتوش محترمين زي المغرب ليه؟ عايز افهم نيتكم مش صافيه زي المغرب ليه؟ ما هو بجد ما هو حاجه تجنن. انا ببارك للجمهور المغربي على هذا المنتخب الرائع اللي مش هتقدر تديله حقه من ادبه واخلاقه. سيبك بقى من الكوره، منتخب عالمي طبعا، مشرف قاره افريقيا اهو، حفظ ماء وجه العرب اهو. يعني سيبك من كل ده، منتخب تحبه، ناس تحبها، ناس تحب ان انت تشجعها اصلا كده. سبحان الله، المحبه من عند ربنا. بس الناس دي انا بحبها، وهم يستحقوا بصراحه، وهم الافضل، وشايفهم ما فيش غيرهم يستحق الكان، مع احترامي للجميع بقى. والبطوله بقول لك البطوله نضفت، هو خلاص كده البطوله نضفت، والمغرب بس هو اللي كان يستحق بالفعل يعني.